ماكس في بي ان فاست ستيبل بروكسي. لو مهتم باخبار تطبيقات وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب اشترك في القناة وانا هقولك كل ده. تطبيق ماكس في بي ان تطبيق يقدر يفتح معاك اي موقع انت عايز تفتحه. لو انت بيجيلك تأكد من اتصالك بالانترنت يبقى الموقع ده عليه حظر انت محتاج تفتحه، سواء بقى موقع اخباري في اي دولة من الدول اللي انت قاعد فيها، او سواء تطبيق من التطبيقات. انت عايز فيسبوك في الصين فبتلاقي ان التطبيق مقفول في الصين، يوتيوب في الصين مقفول، تويتر في الصين مقفول. طيب انا عايز العب لعبة في مصر، لازم اللعبة ديت مش محظورة عندنا في مصر، تقدر تفتح في بي ان وتشغلها في مصر بمنتهى السهولة. كمان لو انت عايز تخفي الاي بي ادرس بتاعك وانت بتصفح او بتعمل اي حاجة عن طريق الفي بي ان هتعمل كل ده. كل اللي بنحتاجه في الفي بي ان هو يكون تطبيق مجاني عشان نقدر نستخدمه بشكل مستقر، وكمان محتاجين كمان ان هو يبقى سريع. ال VPN Max تطبيق سريع، وال VPN بتاعه مجاني، تقدر عن طريق التطبيق دوت ان انت تفتح اي موقع انت عايزه. طبعا انا ما جربتش ال VPN ان انا افتحه ساعتين وثلاثه، بس لو في ناس لو جربته ولقيت ان التطبيق ما بيشتغلش اكتر من نص ساعه او ساعه، يا ريت تكتب لنا في الكومنتات عشان كلنا نعرف التطبيق سواء مجاني طول الوقت ولا مش مجاني. اغلب الناس اللي بتحتاج الفي بي ان ان هو يبقى طويل وسريع ومده طويله، ان هم بيلعبوا العاب يبقوا محتاجين يلعبوا طول الوقت، فلو قطع منهم او وقف هيبلغونا ويكتبوا لنا في التعليقات. شير ولايك وسبسكرايب لو ما كنتش عارف التطبيق، لينك التطبيق هسيبهولك في الديسكريبشن.